احنا بصدد مراجعة قانون الانتخابات في بعض الأجزاء التقنية مش المبدئية. قوانين تاع البنود في قانون الانتخابات اللي تقمع وتعاقب التزوير واللي يشري الدمم واللي يشري الأصوات هذيك ما تغيرش. وقلت علاش؟ باش نخلي الفرصة والشباب بالأخص باش يترقى سياسيا. إذا كان هو مشي يدير حملة انتخابية وعنده مساعدة بسيطة من الدولة وانت جايب ملايير تاعك تدفك فيها باش تشري الأصوات، ما نديروش انتخابات. يعني يصبح المال هو اللي راه يسير في المؤسسات، وهذه ما قبلهاش، وما قبلتهاش في 2017 وما قبلهاش اليوم، ما قبلهاش غدوة. واللي يشري امضاء يخلص باش نخلو الشباب هادو خليهم يعمروا صفوف المجلس الوطني الشعبي. والمجلس الوطني الشعبي باش تبرز فيه مش بالضروره باش تسب الوزير ولا تسب هادي، اطرح المشاكل، راك تبغى باش تطرح مشاكل ولكن بدون مبالغه. المبالغه رانا فتناها مع العصابه، لان المبالغه اللفظيه والشتم اللفظي جاب العراك الجسدي، والعراك الجسدي جاب العراك المسلح، وعشنا أزمات. قالوا تأدب، قول له واش فيك ماذا بيا هذه وخلاص، ما تسبه ما يسبك. الناس دير منابر وما يكفيش تلفزيون يمشي يدير فيديو باش يبهدل فلان ويبهدل، وعلاه؟ سلطان زمانك، عنتر زمانك،